رئيس أمريكا فعلا هو الكل في الكل في دولته، كلمته مسموعة لأنه المسؤول عن السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. الرئيس معهوش صلاحية إعلان الحرب لأن قرار الحرب بيرجع للكونجرس مش للرئيس. الملك اصلا في بريطانيا ملهوش لازمه، قصدي شخصيه احتفاليه، لكنه بيعين الحكومه وبيفتتح البرلمان او بيحله او بيدي اوسمه وصلاحيات او يترأس الكنيسه. رئيس الوزراء هو اللي بيقود الحكومه وقت الحرب او السلم. النظام شبه رئاسي زي اللي موجود في فرنسا، بيبقى الحكم فيه بينقسم لاتنين. اول حاجة الرئيس، وده بيبقى منتخب من الشعب وبيكون على رأس السلطة التنفيذية وبيشكل الحكومة، وكمان بيعين رئيس الوزراء وبينهي مهامه، وهو القائد الأعلى للجيوش ويوقع المراسيم والقرارات زي السفراء مثلا. أما السلطة التانية فهي البرلمان، وده بيراقب الحكومة وبياخد باله من السياسة العامة للدولة بشكل رئيسي، وبكده يكون ميكس ما بين الرئيس والبرلمان.